السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى على القناه. كنتمنى تكونوا كاملين بالصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لي نيم اولا السيجار بالجبن والسبانخ والبطاطا مسلوقه كما كتشاهدوا معايا بدون قلي. كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. حنا مقبلين على الشهر المبارك الكريم، سجلوه من رمضان، الله يوصلنا ليه بالصحه والسلامه يا ربي. وما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج والاشتراك باش تشجعوني نزيد نعطي المزيد ان شاء الله. يلا معايا الاخوات باش تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه على بركه الله. اول حاجه كناخذ واحد الكميه ديال السبانخ، كنكون غسلتها من قبل، كنخليوها كتستقطر وكنقرضوها على هذا الشكل هذا بحال عادي نقرضوا البقوله. شعل عليها النهار اللي تكون مهيله كما كتعرفوا، هي دغيا كتدبل، يعني داك الكميه كامله بحال كتبقى لنا كميه اللي قليله. وحاولوا ما تكثروش الملحه حيت هي ديجا كتكون مالحه. صافي كنخليها هنايا حتى كتبان ليا طاحت على هذا الشكل هذا. وفي نفس المقله كنوضع شويه ديال الزيت وكنضيف هنايا واحد الكميه ديال البورو. انا تقريبا درت هنايا البنات 4 ديال القبيطات، كما كتعرفوا كيجيو فيهم غير 4 الحبات في الوحده. من الاحسن استعملوا البورو الا كان متوفر، في الصراحه هو اللي كيتواتى مع السبانخ، كيجيو لذاذ وعطياتهم بزاف. صافي كنخليوه على نار مهيله حتى كيدبل تماما على هذا الشكل هذا. الا ما كانش متوفر البنات ممكن تعوضوه بالبصله البيضاء. صافي هنايا من بعد ما كيدبل لنا داك البورو كنضيفوه على السبانخ ديالنا وكنخلطوهم مزيان حتى كيتجانسوا لينا. بالنسبه للملحه ما تكثروش البنات، ديروا عينكم ميزانكم حيت هي ديجا كتكون فيها واحد الكميه ديال الملوحه. صافي كنخلطهم هكا مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا لينا. وغادي نضيف في التوابل كنضيف غير شويه ديال الابزار البنات، يعني هذه هي العطريه اللي كتستعملوا، ما كتكونش فيها قوه العطريه. وغادي نكملوا ان شاء الله التحضير. ومن بعد ما كنوجد العناصر ديالي كاملين كنوضعهم على جنب. خديت هنايا 2 حبات ديال البطاطا متوسطين وضعتهم فوق النار. انا نقيتهم البنات ودرتهم كيتسلقوا. كنضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزبده صافي وشويه ديال الابزار. بالنسبه للملحه اللي كيبغي الملوحه يزيد يضيف، اللي ما كيبغيش ممكن يستغنى عليها في هذه الاثناء هذه، يعني ما تضيفوهاش على البطاطا حيت العناصر الاخرين راه وضعنا فيهم كميه ديال الملحه. صافي تمعسوها هكا مزيان، ملي كتكون سخونه راه كتساعدنا دغيا كتمعس معنا بواحد الفورشيط. كنستمر بحال هكايا كما كتشوفوا. كنضيف واحد الكميه ديال الفرماج، كميه كتبقى اختياريه، هي قد ما كثرتو الصراحه قد ما كتجي الحشوه معلكه ولذيذه. صافي انا اكتفيت بهذا القياس هذا. وضفت هنايا واحد القطعه ديال الجبن الا متوفر ديروه. وعندي هنا فرماج حمر وفرماج موتزاريلا. كنزيد نخلط هاد العناصر هادو مع بعضياتهم كما كتشاهدوا معايا. وكنضيف عليهم في هاد الاثناء داك الحشوه اللي وجدت معكم ديال السبانخ وديال البورو. صافي كنخلطهم مزيان حتى كنتاكد باللي تجانسوا مع بعضياتهم. صدقوني البنات هاد الحشوه هادي بدون لحوم وكتجي لذيذه وصحيه. كما كتعرفوا الفوائد ديال السبانخ لا تعد ولا تحصى. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا كيفاش جاوكم. صافي من بعد ما نخلط هاد العناصر هادو كندوز هنايا باش غادي نوجد معكم الورقه. هنا جبت الورقه ديالي كنقطعها على 2 كما كتشاهدوا معايا. هنا خديت الورقه بزايد حيت كانت عندي حشوه واحده اخرى. هانتوما كما كتلاحظوا خديت النص وكل نصف كنقطعو على 4 كما كتشاهدوا معايا. هاد الورقه هذه ديال البخار كتكون كبيره، يعني هاد القياس هذا وراه مناسب لهاد لينيم هادو كما غادي تشاهدوا معايا في الصوره. كيجيو متيولين حتى في الشكل ديالهم، يعني غادي نقسم هاد الورقه هذه مزيان. وعلى بركه الله هنا كنحل الورقه كامله على هذا الشكل هذا باش كتساعدني في الخدمه. الاحسن البنات تحلوها وتوضعوها في شي بلاستيكه وراه ما كتنشفش. هاد الورقه ديال البخار كتكون شفافه وعمليه الصراحه في الخدمه ديالها، ما كتقطعش. وحتى في الطياب ما تحتاجوش البنات تزيتوها نهائيا، كتجي مذهبه ومقرمشه في نفس الوقت. صافي هنا كناخذ واحد الكميه كما كتشاهدوا معايا، يعني القياس اللي غادي يكفينا. وكنجمع عليه هذاك الجوانب باش ما كتخرج لناش الحشوه في الطياب اولا داك الجبن ما كيسيحش. صافي وكنستمر بحال هكا. انا هنايا البنات ما كنلصقش بالعجينه،
يعني ما كيتحلوش معايا نهائيا، حيت الطياب كيكون غير في الفران، يعني الطياب صحي، ما كنقليهمش في الزيت نهائيا كما غادي تلاحظوا معايا. يعني ما كنحتاجش نلصقهم حتى شي حاجه في مره، كنستمر بحال هكايا حتى كنسالي الكميه ديالي كامله. ممكن ديرهم حتى على شكل بريوات، يعني لكم الاختيار، كل سيده وكيفاش كتفضل تقدم المملحات ديالها. صافي غادي نستمر بحال هكايا حتى كنسالي ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا الكميه اللي حط ليا ما شاء الله، راه كيحط كميه اللي لا باس بها. كما شفتوا معايا هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. كما كتلاحظوا راه الورقه كتبقى ثابته، يعني كتبقى محافظه على الشكل ديالها، ما كتحل حتى من جهه يا البنات، وما كيطرطقوش في الفران نهائيا. هنا غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال الاحتفاظ. كناخذ هنا واحد العلبه، هاد البواطات البنات عمليين الصراحه زوينين المملحات. صافي كنستفها هكا الطبقه الاولى، كناخذ بلاستيك وكنفرق بيناتهم باش في الوقت اللي كنبغيو نهزوهم ما كيكونوش ملاصقين مع بعضياتهم، كيجيو ساهلين في الخدمه ديالهم. صافي كنستمر بحال هكا، وداك الكميه اللي خليت هي اللي غادي نطيب ان شاء الله باش نشاركها معكم وتشوفوا الشكل ديالهم باش كيجيو هما طايبين. هانتوما الاخوات ما دهنتهم حتى قطره ديال الزيت. شوفوا معايا القرمشه البنات، هنا راه حيدت الصوت حيت كنصدع، يعني راعي الصوره تعطيكم الخبر. الورقه جات مقرمشه، وما نقول لكمش البنات على المذاق، واحد المذاق اللي رائع. كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك وبارطاج. كما كتشاهدونا كنحاول نشد بيد وحده وكنصور بواحد اليد، كنعتذر على التصوير. ما تبخلوش عليا كما العاده، شجعوني باش نزيد نعطي المزيد ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. مع السلامه.